السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن آخر الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية. أول خبر معانا، الأهلي رسميا يعلن رحيل وسام أبو علي. أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي بعد رفض الأهلي التعاقد معه. موعد قرعة الدوري المصري هتكون النهاردة الساعة 3 العصر إن شاء الله. الزمالك يحسم صفقة محمد إسماعيل من زد. الزمالك يأكد حصوله على موافقة لورزين السويسري على انتقال أوكو إلى النادي. وإيفرتون يجتاز الكشف الطبي للتعاقد مع بيراميدز. الهلال يعرض 600 ألف استرليني على الإزاك لإقناعه بالانضمام إلى النادي. واللاعب ينتظر ليفربول. كوندي يجدد تعاقده مع برشلونة لعام 2030. أرسنال يعلن ضم جيوكيرس رسميا لمدة 5 سنوات. الباير يقترب من ضم لويس دياز من ليفربول، وممكن قيمة الصفقة تصل ل 75 مليون يورو. نيوكاسل ما زال يريد التعاقد مع ويسا، طبعا ده حال رحيل ألكسندر إيزاك. ترافورد حارس بيرلي ممكن يكون الأغلى في تاريخ حراسة المرمى في إنجلترا بعد اقتراب انضمامه للسيتي. دي كده كانت أخبار سريعة النهاردة إن شاء الله، وعندنا إن شاء الله حلقة عن نادي الزمالك وتفاصيل الخطط الفنية والمدرب وكل حاجة. انتظروها إن شاء الله، هتنزل كمان شوية. سلام.